السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير وتكونوا في احسن حال. النهارده هاعمل معاكم الشاورما، طريقة سهلة وبسيطة جدا، وهي مش هتاخد معاكي اي وقت، وهي بتتحضر يعني في اخر لحظة هتحضريها. عملت بقى الشاورما وعملت جنبها تومية، بس التومية بقى مصورتهاش معاكم. معايا بقى هنا الفراخ دي، صدور فراخ. هما كانوا قطعتين عندي، مش صدر كامل، يعني قطعتين كده. قطعتهم، حطيت عليهم معلقة صغيرة ممسوحة توم باودر وبصل باودر وفلفل اسود وبابريكا وملح، كل ده معلقة صغيرة ممسوحة. ورشة صغيرة كده زعتر. على الملح حاولي برضو ما تكتريش، علشان برضو الفراخ بالذات بتشيل في الملح كتير، لو حطيتي ملح كتير مش هتبقى حلوة معاكي. وحطيت عليها معلقتين خل كبار. هقلبها كده كويس كلها في قلب بعض كده، يعني خلي التتبيلة كلها تدخل في قلب الفراخ. وغطيها، ممكن تحضريها كده قبلها بيوم، وممكن قبلها بساعتين. هي التتبيلة بتاعت الشاورما يعني مش بتاخد وقت كتير، يعني ممكن قبلها بساعتين بس، مش هتحتاج تقعد اكتر من كده. كده هغطيها واسيبها في التلاجة بقى لحد ما احضر العيش اللي انا هعمله فيها. انا عملت عيش عادي، ما عملتش عيش سوري ولا حاجة. طبعا لما غطيتها كده وسبتها في التلاجة كنت عجنت العيش، انا صورت معاكم قبل كده فما صورتوش المرة دي. عجنته دلوقتي هنا بطيبه بقى في الفرن. العيش ده لو حابة تطيبيه على البوتاجاز طبعا بيبقى جميل جدا، بيبقى طري، بيفضل طري فترة كبيرة. انما العيش اللي في الفرن يا دوبك مسافة ما بتخرجيه من الفرن، لو سبتيه كده في الهوا بينشف معاكي بسرعة. فلو عاملاه في الفرن زي ما انا ما عملته كده، اول ما بتخرجيه تلفيه بفوطه بسرعه، والعيش اللي كل رغيف بتطلعيه تحطيه على العيش اللي قبله. السخونه اللي بتطلع من الرغيف ده بتطر الرغيف اللي تحته. وكل شويه بقى طبعا بفضل الف في العيش كده، علشان لو في رغيف مثلا جنب الولعه ولا حاجه ما يتحرقش معايا. وزي ما قلت لك بقى، لو هتحطيه على الطاسه على البوتاجاز كل شويه يعني تقلبي الرغيف كده وكده عشان يقب معاكي. كده انا خلاص العيش هنا بحضره اهوت. بعد ما حضرته لفيته وحضرت التومية، بس التومية طبعا ما صورتهاش معاكم برضو. انا يعني كان الوقت بقى كنت متأخرة لان كنت بشتري حاجات من بره، فأخرت بره كتير. فكنت بحاول يعني انجز بسرعة اخلص حاجتي بسرعة، فطبعا التصوير بقى معرفتش اصور التومية. والعيش بقى كنت عجناه معاكم قبل كده. معايا بقى هنا الفراخ، حطيت الطاسة على النار، خليتها سخنت أوي، حطيت فيها المادة الدهنية اللي أنا عايزاها، زيت أو سمنة زي ما بتحبي. هنزل بقى بقطع الفراخ. لو كانت كتيرة انزلي بيها على مرتين، لو كانت قليلة عادي حطيهم مرة واحدة، بس يكون الزيت سخن وتوزعيهم عن بعض كده عشان ما ينزلوش المية بتاعتهم. أول ما بحط الفراخ أنا مش بقلبها، يعني بفردها كده بس في الطاسة، مش بديها تقليبة خالص دلوقتي عشان ما تنزلش ميتها، بس تاخد صدمة الأول كده، وبعدين بديها تقليبة على خفيف لحد بقى كلها كده ما أحس إن لونها خلاص اتغير بقى كده، أقلبها بقى كويس عادي. خلاص بقى اللون اللي انا عايزاه اهوت كده، خلاص بقى هي الفراخ يعتبر خلاص كده استوت. هحط بقى البصل، وحطي بقى اي خضار انت بتحبيه تحطيه مع الشاورما حطيه. انا حطيت بصل وفلفل. عندك فلفل الوان حطي، الفلفل اللي كان موجود عندي في الوقت ده فلفل عادي، بس كان احمر واخضر. انا لما باجي اشتري الفلفل يعني العادي بشتري منه فلفل احمر وفلفل اخضر. قطعته كله كده وحطيته بقى على الفراخ. طبعا ده الفلفل والبصل بنحطه في الاخر عشان ما يتبلش معايا قوي، يبقى فيه قرمشه كده على خفيف. خلاص بقى كده كانت الفراخ معايا كانت جاهزة اهي. انا ما حضرتش بقى السندوتشات كلها، كان خلاص المغرب كانت داخله على الاذان. فكنا طبعا احنا بنشرب العصير الاول، بعدين بنصلي وبعدين بنيجي نفطر. فطبعا بقى انا يعني صورتها على السريع بس كده الحاجه اللي كانت جاهزه قوي. وهنا عملت التوميه، ودي الشاورما بتاعتنا اهيت، وقدمت جنبها خاص بقى وده العصير. ويا رب ان شاء الله يكون الفيديو بتاعنا عجبكم ويكون خفيف على قلوبكم كده، وكون ما تزهقوش مني. وبألف هنا وشفا، مع ألف سلامة، السلام عليكم.